السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومنا النهاردة بقى كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. بس قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا متنسوش تصلوا على النبي وتحطوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. النهاردة بقى هنعمل ايه بقى؟ هنخش كده على الشقة نروق فيها شوية حاجات ونعمل كمان شوية فول كده استاهلوا بقكم. فالوقت على طول نقول يلا بينا. وزي بقى يا جماعة كده ما انتوا شايفين الفول كده بيغلي على النار بمكونات سهلة جدا وسريعة ومتوفرة في كل بيت. فعلى طول بقى نروح لماما علشان تقول لنا طريقة عمل الفول. فعلى طول نقول يلا بينا نسمع طريقة الفول. عشان نعمل احلى فول هقول لكم على طريقة تعتمدوها. نقول مع بعض المقادير. اول حاجة هنجيب كيلو من الفول، نغسله كويس جدا 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 مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده هننقعه يوم كامل، وطبعا من وقت للتاني بنغير المية بتاعته. بعد كده هنصفيه في مصفى وهنبتدي نحط مية في حلة تكون واسعة كده، ونحط عليها معلقة من البابريكا ومعلقة من الكركم، وكمان 3 معالق عدس اصفر و3 معالق فول من بتاع الطعمية. كل المكونات ده نحطها ونحطه على النار لحد ما يغلي، وبعد كده هننزل بالفول بتاعنا على طول. مجرد ما ياخد غلوة واتنين بنشيل الريم من على الوش لو ظهر اي ريم، وبنغطي عليه وبنهدي عليه النار خالص خالص. بنسيبه كده حوالي ساعة، ومن وقت للتاني لو حسينا ان المية بتاعته قلت نبتدي نغلي مية في الكتل مثلا ونزود مية سخنة، بلاش مية باردة. هنلاقيه استوى معانا وبقى زي الفل. على طول بنجيب الهاند بلندر ونضربه بالهاند بلندر. لو انتوا عايزين الفولة صحيحة زي كده سيبوه زي ما هو، وطبعا لو عندنا جزرايه عادي خالص ان انت تضيفي جزرايه. على طول بقى ناخد فولنا اللي استوى بقى زي الفل بالهاند بلندر. احنا بنحبه يا جماعه يكون كريمي كده، ما بنحبش الفول يبقى ظاهر فيه. حلو جدا يا جماعه، طريقه سهله جدا، اعتمدوها تحفه. لو حسيتوا في الوقت ده ان قوام الفول مش تقيل، على طول معلقتين دقيق في شوية مية ونضيفهم على الفول، ياخد له غلوة على النار، وكده شكرا عملنا اجمل واحلى واطعم فول هتاكلوه. يبرد خالص معانا، نتأكد انه برد تماما، اكياس على طول، ونروح معبيينه على قد الاكلة بتاعتنا، ونروح حاطينه في الديب فريزر، ونطلع الكيس على قد الاكلة بتاعتنا. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. شايفين القوام بقى تحفة جدا. وكده خلصنا طريقة الفول، يا رب تعجبكم. ايه رأيكم بقى يا جماعة في طريقة الفول بتاعت ماما؟ طريقة تحفة وهتطلع ناجحة وجميلة جدا. بس كده هنسيبه بقى شوية كده على النار ياخد غلوة، ونقفل على طول ونركنه يبرد، ونخش بقى على اللي بعده على طول ونشوف اللي بعده. هنعمل ايه بقى بعد الفول يا ترى؟ هنخش على البلكونة. بس قبل ما نخش على البلكونة هنروح بقى نعمل ايه في المطبخ، نشده كده علشان طبيعي يكون متوسخ كده شوية. فعلى طول نرش مية كده كوبايتين 3. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنخش على طول نرش يمين وشمال المطبخ والطرقة. طبعا يا جماعة بقى زي ما انتوا شايفين كده طبق الفول ده يستاهل بقكم، تحفة جدا. وهنا بقى على طول دخلت على الطرقة، ونبتدي بقى كده نرش في الطرقة حلو وكويس جدا، وناخد المساحة بقى ونشد كده حلو. ويلا بينا نشد على الحمام. يلا شدي. نفضل بقى نشد كده لحد ما ندخل المية على الحمام، وبعدين هنجيب بقى هنرجع تاني ونروح نشد. حاطين بقى في المية دي مية واي مسحوق عندك، وهرش كده عشان تبقى ريحة الطرقة حلوة، يبقى كاف روايح حلوة وجميلة كده. بعد ما خلصنا الطرقة دخلت على طول على بقى
على البلكونة، قصدي دخلت على المطبخ، اسفة يا جماعة في اللخبطة. هخش بقى على طول على المطبخ اشده كده وانضفه عشان كل حاجة تبقى قشطة وما نسيبش حاجة ابدا ورانا. وزي ما انتوا يا جماعة بقى كده شايفين هنشد كده حلو وكويس جدا بقى على طول على الحمام. بعد بقى ما نخلص كده زي ما انتوا شايفين كده المية بالاومو دي حطينا فيها شوية مية على شوية مسحوق. طيب هنقفش بقى كده ونعصر ونبتدي نعمل، بس قبل ما نعصر ونبتدي نعمل هنعمل البوتاجاز عشان فعلا مش نضيف، كلمة بمعنى اصح. فيا جماعة لازم ننضفه، يعني احنا نسيبه كده؟ لا طبعا. فعشان كده على طول لازم ننضف كل حاجة. ننضف بقى كده كل حاجة زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى انا كده بدعك البوتاجاز من كل ناحية والناحية اللي في النص بقى شايفين العين اللي في النص دي سخنة مولعة عشان كان عليها الفول وكده يعني، فايه بنبعد عنها عشان ما يتلسعش. وهنا بقى ابتديت اعمل كده وخلاص. هنا كنت عايزة اعمل اسمي بس قلت لا بقى خلاص. نجيب بقى القماشة المبلولة ونمسح كده كويس. بعد بقى ما نمسح الوش همسح بقى البوتاجاز وننضفه. وطبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين بقى كده هنمسح حلو كده علشان البوتاجاز يكون نضيف ومفيهوش اي يعني اومو. فهروح اغسل بقى القماشة ونجيبها تاني ونمسح برضو البوتاجاز. ويا جماعة زي بقى ما انتوا كده شايفين بنشيل الاومو كله، ما سبتش نقطة اومو. بعد بقى ما نمسح حلو كده وكويس جدا هنجيب بقى نقطتين كده مية ونوزعهم على البوتاجاز. دي بقى تلاقوها فارت علشان نولع. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب القماشة الناشفة كده ونطبقها ونبتدي بقى ايه ننشف البوتاجاز بتاعنا. بقى تحفة. شوفوا قمر يا جدعان، قمر بقى مش نضيف، بقى تحفة. هنا يا جماعة كان في شوية اومو بتاعي مش نضيفة قوي فعملناها وخلصناها كده. ونشوف اللي بعده ان انا بقى بعد ما نشف البوتاجاز حلو هحط عليه الاسلحة بتاعته دي اسمها ايه، الحديد بتاعه هحطه. يا جماعة مش عارفة اسمه، اللي عارف اسمه يقولي في الكومنتات، بس هو الحديد. لا الحديد هنحط الحديد بتاعه. تقولي ليه بقى حطيت الحديد ده بالقماشة؟ هقولك عشان الحديد سخن، فلو لمسنا بصوا هيرسوعكم. فهنا بقى الوش ازاز ونسيت ان البتاعة سخنة فكنت هحطها وكان هينفجر. فرحت بقى قلت لا خلاص هنركنه وكده. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعصر كده شرشوب عشان نروح ننشف. فروحت كده اخر الدنيا، رحت اخر المطبخ وابتدي بقى كده ايه امسح كل حاجة. ومعلش يا جماعة احمد. يا لهوي. هنا بقى يا جماعة معلش على المنظر، الصالون السفرة انا عارفة مش نضاف ابدا. معلش يا جماعة اصل كان في لنطة بايظة يعني وكده فاشتغلت بالغلط وانا كنت بقفلها فتلاقوا الاضاءة بوم بقى كده مش واقفة، عمالة تتغير من لون للون للون. هنا بقى ايه مسحت كده الشرشوبة، بمسح يعني، والله يا جماعة انا اسفة على اللخبطة. همسح كده بالشرشوبة حوالين المطبخ وحوالين بقى كده ايه الطرقة. هنضف فيها كويس جدا. وبعد ما نشفنا على طول نخرج على البلكونة. في بقى غسيل وفي حاجات قد كده وبصوا سهرة صباحي. فدخلت على طول بقى يا جماعة كده هنعمل الغسيل ده كده. وهنعمل كمان هنمسح كمان. هسيح كده بقى ايه الغسالة
وبعد ما نسيح الغسالة بقى هنعمل ايه؟ هنمسح ونشيل بقى الكرسي، هنشيل كل حاجة من الناحية دي خالص، مش هيبقى فيه حاجة. بعدين نرص. ايوه عشان بحب امسح وبعدين ارص. بس عايزة الحتة دي كده بقى تكون فاضية كلها. وهنا بقى الفيشة كانت بايظة يعني واقعة، والخرطوم كان واقع برضو، فانا عملت كده، قلت الشرشوبة بقى وعملتها. وعندكم كوبايات يعني هي عادي بس انا نسيتها، رشوا هيبقى احسن. شفتوا قبل كده يا جماعة حد بيمسح وهو قاعد؟ ايوه. فهنا بقى ايه، ابتديت اعصر كده الشرشوبة واعملها، اعصر واعمل. همسح بقى كده نشف الجزء ده، وبعدين اروح على الجزء التاني على طول. هنقعد نتأخر. زي ما انتوا شايفين كده. همسح السور برضو، وهمسح الأرضية عشان تبقى نضيفة. هفضل أعيد وأزيد أعيد وأزيد، نفضل عليها. همسح بقى كده السور كلها. وايه بقى، هنرجع كمان بقى الكرسي مكانه بعد ما نشفنا، والغسالة برضو مكانها عشان خلاص نشفنا بقى. نرجع كده كل حاجة مكانها ونشوف اللي بعده. ويا جماعة بقى كده بعد ما رجعنا ابتدي امسح الجزء التاني زي ما انتم ما شايفين. ادخل بقى كده تحت الكرسي، تحت الترابيزة، تحت كل حاجة. ونبتدي بقى ايه، نمسح كده الحاجات كلها. البيبان الرصاصي دي كده همسحها بالمية، وهمسح بقى كمان الترابيزة، ونمسح المدخل، نمسح كل حاجة. مش عايزة احرق الحاجات لما تيجي وقتها، علشان انا يا جماعة كل شوية تلاقوني بقول حاجة ورا حاجة ورا حاجة ورا حاجة، الفيديو تلاقوه اصلا انتي قلتوا كل حاجة في الاول. نرجع تاني في الفيديو. هنا بقى هبتدي اعصر ونعملها تاني كده، ونروح على طول على الأرضية نمسح زي ما انتوا بقى كده شايفين. بنمسح الأرض من الناحية التانية. شوفوا قمر السما وحلاوتها، يا لهوي تحفة جدا. في احلى من الأجواء الجميلة الهادية؟ لا طبعا. انا بقى ببتدي امسح المدخل، وعملت الاسوار بقى، بقت السور وتحت الترابيزة سواء قمر. لكن خلصنا كل حاجة. بعد ما ننشف البلكونة وننضفها ونظبطها ونخلصها، هنعمل ايه بقى؟ احمد بقى بيصلي، واحنا هنا بنعمل وقاعدين كده ساكتين خالص عشان يعني هو بيصلي وكده. احترم اللي بيصلي يا جماعة. انا بقى مسحت وخلصت كده وعملت كل حاجة، وهروح بقى ايه عشان نعمل ايه بقى، علشان نلم الغسيل. انا بقى كنت ايه عامله نفسي مش شايفه الغسيل، وبقول له يلا سريع مع امي يلا اعملي الغسيل لمي وظبطي. فعلى طول رحت وعملت الغسيل. فيلا على طول على الغسيل، يلا على طول على الغسيل بتاعنا. وانا احمد بقى واحنا ابتدينا نلم الغسيل وكل حاجه. بيجا ابيجا. وهنا بقى بنلم بقى الغسيل، هلم الغسيل كله يعتبر. وبعد الغسيل هنروح على ايه بقى، على السلم نروق يعني نمسح. قبل ما نروح على السلم طبعا لازم نكون مخلصين الغسيل، ده حكم علينا. يا لهوي. في مثل بيقولك نصيبك ورش، انت مش عارف مين هيرش. هنا بقى بلم
الغسيل كله من اول. عمالين يقولولي انت ليه بتلمي الصغير، ليه بتبتدي يعني بالصغير وكده، لمي الحاجات الكبيرة. قلت لهم ماشي حاضر، وبرضه لمي في الشرابات. يا لهوي منظر تحفة، اجواء جميلة فعلا. هنا بقى ابتدي الم التيشيرتات، سمعت الكلمة بقى فنبتدي على طول نلم التيشيرتات. لم التيشيرت بقى كده، تيشيرتات قد كده، نلم بقى على طول التيشيرت اللي بعده، نكمل على طول. اقف شوية واعمل شوية، اقف شوية واعمل شوية، نخلصهم بقى ونروح على طول على السلم. ويا جماعة زي ما انتم شايفين بقى كده السلم، هنبتدي بقى ان احنا نرش كده تحت وفوق، فوق وتحت، من كل حتة. وهنا بقى هبتدي امسح، بعد ما رشينا فوق وتحت هنمسح بقى، هنمسح الارضية كويس جدا، ننشفها يعني، وبعدين بقى على طول على السلم. يلا يا حلوة، قومي كده ورينا شطارتك وحلاوتك ودلعك. يلا كده نعمل بقى السور، همسح السور السلم يعني كده، وبمسح بقى كده السلالم وكل حاجة، مش هنسيب حاجة، احنا مش هنسيب حاجة، كل حاجة هتتعمل يعني هتتعمل النهاردة. يلا نمسح السلم. قومي يا بنتي انتي وهي، يلا نمسح السلم ولا ايه؟ هو في بعد يقولك لا يا حبيبتي طبعا. فيلا على طول كده يا بنتي انتي وهي، قوموا على طول اعملوا السلم، نضفوه وروقوه لامهاتكم، قوموا كده ساعدوا امهاتكم وايه، وخلوا لهم الشقة حلوة وجميلة، ريحوهم حتى يوم يا بيت، مش التليفونات واكلة دماغكم، عيال اخر زمن صحيح. طب خلاص بقى كفاية اكمل. انتي يا بنت قايلة كل الفيديو كده على الدقيقتين دول، قرا ايه ولا حاجة. ماشي انا هتيجي تتكلمي، حاضر اتكلمي يا اختي اتكلمي. ويا جماعة بقى كنا غاسلين يعني الشبشب ده، فرصته كده على السلم عشان ينشف، حطوه على جنب عشان برضو ما يتحطش في النص، اي حد نازل طالع يتشنكل وكده يعني. كده نكون خلصنا السلم كله، متنسوش بقى لايك وشير سبسكرايب. بس كده بقى، سلام. وبس كده يا جماعة، بعد ما خلصنا الفول وخلصنا كل الشغل بتاعتنا دي، تكون نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش بقى تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. ولو عايزين فيديوهات تانية كتيرة قولولي في الكومنتات، ولو اقول لكم مع السلامة، باي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام، انتظرونا.